سلام، مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل صح ومهنيين. اليوم كما شفتوا راح نشارككم طريقتي كيفاش ندير دجاج محمر في الفرن. صدقوني يجي خير من تاع المحلات، وراح توليو تفضلوا تخدموه في الدار خير من اللي تشروه برا. بنات ما كاش كيما الحاجه اللي تطيب في الدار، نطيبوها بيدينا على بالنا وش فيها وش ما فيهاش، لي كونديسيون اللي طابت فيهم. ونبداو على بركة الله بالوصفة. راح نبدا نوجد لا ماريناد اللي درت فيها لا موتارد، مغرف طوماطيش مصبرة، طوماطيش تاع الباطا، جو تاع نص حبة قارص، ولا تحبوا ديروا نص قارص ونص خل. راح ندير ملح وفلفل الكحل، توابل تاع الدجاج، حمار وزنجبيل، ونزيد الزيت باش نجريها. هذا وش فيها لا ماريناد. من جهة أخرى راح نطيب الرز اللي نحشي به الدجاجة. في كسرونة درت زيت ونحط شوية تاع بصل، من الأفضل يعني نستعمل بصل مدور، أنا هنا ما كانش عندي. وندير زعترة ملح وكركم، وندير كاس تاع الرز. نحطهم على نار يتقلاو شوية برك، ماشي حتى يتبدل اللون تاع الرز. ومن بعد نمرق بزوج كيسان ما. هنا نورمالمون نستعمل الفون تاع الدجاج، يعني مرق الدجاج راح يجي خير. انا خلاص لي يعني، والمره الجايه ان شاء الله كي نطيبوه راح نوريكم الطريقه تاعو. نخلي الروز تاعي يطيب، ونروح نماريني الدجاجه اللي كنت بيان سور ريشتها وشوطتها، ونحيت لها الرقبه وشويه من الجناح، وفيديتها على الداخل. بعد ما نماريني راح نعمر بالرز. بيان سور نحي هذيك الزعتره اللي كنت درتها، ماشي شرط نحشيها بالرز، راح نقدر نطيبها ثان فيد. ومر ما طيب راح ندير الرز في البلا. انا كل خطره كيفاه ندير. هنا نجيب خيط سواء يكون خشين ولا هذا النوع، ونطبقه على زوج، ونربط به الدجاجة. نجيب البلا تاع الفور اللي راح نطيب فيه، وراح نستعمل هاد الساشيات. انا دايما نطيب فيهم، ما نستغناش عليهم كامل. طيابهم كي شغل زعما طيبنا في الكوكوطة، وتجي خير من لو كان نغلفوها بابي كويسون. جربتها ديجا، غلفتها بابي كويسون مليح، وزدت لها بالالومنيوم، بصح كي طابت لداخل جات ناشفه اون بليس. هذيك المرقه ما تبقاش راح تنشف. حنا نسحقوها المرقه، يعني هي الصح. وكيما شفتو زدت زعترة ورند وطرونج تاع القارص، ونزيد حوالي كاس ماشي معمر تاع الماء. ندير الماء باسكو راح نخليها طيب اكثر من زوج سوايع في الفور، هكا باش نيفيتي تنحرق لي من تحتها ولا تلصق. ثاني باش تكون عندنا لاصوص زاكيه. نغلق الساشي بهذاك السلك الرقيق اللي يجي داخل الباكي مع ساشيات. ونثقب الساشي بالكوردون. هنا نسيت باش نوريكم، ونحطها في الفور حوالي زوج سوايع ونص. اذا قدرتوا تزيدوا الوقت وتنقصوا النار راح تجي خير وخير. هنا كان عندي جناحتين، حبيت نزيد نوريكم طريقة كيفاش نطيبهم في الساشيات. ندير نفس الخطوات، نماريني ونحط في الساشي مع رند زعترة، طرنش قارص وشوية تاع الماء. برك راح ياخذوا لي وقت اقل، ماشي كيما دجاجة كومبلي واحد الساعة ونص هكاك، هذا مكان. هنا موجود سوايع بعد ما طابت لي من الداخل، نحيها من الفور ونفتح الساشي. كيما راكم تشوفوا طابت بصح مازالها ما حمرتش بيا. ندهنها بشويه تاع زبده، ونزيد في هذيك لاصوص شويه زيتون مقطع رقيق. اختياري بيان سور، انا نحب نزيدو. ونعاود نرجعها تتحمر واحد ربع ساعه ونحيها. كي نحيها راح تخرج بهذا اللون الرائع، وتحطوها في سنيوة. انا حطيتها مع الفريت،
تقدروا تحطوا معاها اللي حبيتو، ونحكم هذيك لاصوص اللي كنت زدت لها الزيتون ونسقي بها. نقدروا ثاني نعبيو لها شيدر. تقدروا نتوما هنا تحبسوا، ماشي كامل مشكل. انا نحب نزيد هذه الخطوه باسكو تعجبني ريحه الدجاج كي يكون مدخن باكليل الجبل. الريحه روعه بزاف وطريقتها بزاف سهله. يعني جبت كاس تاع قهوه، درت فيه اكليل جبل، حركته بالشاليمو، حطيته في سنيوه بيان سور ماشي فوق لي فريت، كنت خليت له بلاصه، ونغطي باي حاجه، نستنى 10 دقائق هكاك وراهي واجده. وهذه هي سنيوة تاع دجاجة محمرة فارسي بالروز ومدخنة بإكليل الجبل تاعنا، راهي واجدة وريحتها راهي تهبل تهبل، ما عندي ما نحكي، راهي الصورة تعبر عن نفسها. جاسبر الفيديو تاع اليوم عجبكم، نتمنى تخلوا لي جيم وكومنتير وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم. نتلاقاو بحول الله في فيديو جاي. سلام.